بغينا الحق ديالنا مع محمد السادس. الله ينصرك، الله ينصركم. عطيني حقي، خوذي الحق ديالي. انا ما غندفنوش، ما بغيتوش. انا ما خلقنا فوضى لا شي حاجه. انا باقي حق خويا، حق ديال خويا باغي. قتلوه، داو العزله وقتلوه. 72 ساعه هو مليوح هنا وجابوا ميت. وعندي الدليل، ها الدليل فينا هو. عندي دليل بان الدري ميت وحنا كنقلبوا. كيقول لك حق راه باقي حي. هذا سيدي ها هو فين ميت. ناخذ الصور مع هذا راه ميت وقالك جبناه حي هنا. هذا جايبينه ميت. حنا كنطلبوا التشريح وكنطلبوا بالحق ديالنا وما توركوش علينا بشي توريكه ماشي هذيك. داير عصابه ديالو في عكاشه. ماشي كيشدوا عباد الله. ماشي هو الاول خويا اللي مات. كاين الدري اللي عمى اللي حيدوا لي عينيه بجوج. ها هو ودرنا كاين. وهو خويا الثاني اللي مات باقي عنده 21 سنه باقي صغير. محمد السادس الله ينصرك لينا. سي حموشي خذي حقي. وكنطلب انا بالنيابه العامه حتى تحقق وكيل العام. انا بغيت يحقق معايا وكيل العام ويقول لي اش كاين وعيط لي ومشي. عيط لي وحكي لي الامر كله. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا المقطع. اليوم ان شاء الله نهضروا على القضيه اللي حاليا كلشي كيهضر عليها، قضيه اللي كنتمنوا ترجع قضيه راي عام بالمغرب ونعرفوا الحقيقه الكامله لهذه القضيه هذه. هذا السجين هذا اللي الاسم ديالو سفيان الراجي وفي العمر ديالو 21 سنه وهو يتيم الابوين، بانه تعرض للضرب والتعذيب من طرف واحد العصابه اللي كيتزعمها واحد الشخص الملقب بالصاروخ. وهذا الشيء هذا ماشي انا كنقولوه، هذا الشيء هذا كتصرح به العائله سفيان الراجي رحمه الله. وحاليا هذه العائله كتطالب من النيابه العامه انها تفتح تحقيق عاجل في هذه القضيه هذه ونعرفوا الاسباب والوقائع اللي ادت لهذه الوفاه. واذا كان هذا الشيء اللي كتقول هذه العائله هذه بالصح فرا البلاد مشات فيها. تخيل ان موظف السجن يشبر معك السكاير ويعذبك حتى يقتلك. هذا الشيء هذا راه خطير بزاف، وهذا الشيء هذا يوقع في هذه البلاد راه لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم الاخوان كنتمنوا ان هذه القضيه هذه ترجع قضيه راي عام باش نعرفوا شنو وقع في سجن عكاشه. الا كان هذا الشيء واقع بالصح ديك المسؤولين اللي تما خصهم يتحاسبوا ويتعاقبوا على هذا الشيء اللي وقع مع سفيان الراجي. من بعد انتشار هذا الفيديو، من بعد التصريحات اللي خرجت بها العائله، خرجت اداره سجن عكاشه بالدار البيضاء كتنفي هذه التهم اللي توجهت لهذا السجن. حاليا حتى شي حاجه ما غتعرف حتى يوقع تشريح لجثه سفيان الراجي رحمه الله. فكنتمنى الاخوان ان الحق ياخذ مجراه وان اي واحد عمل شي ذنب يتعاقب. والحمد لله عندنا ثقه كبيره في الامن البلاد وفي النيابه العامه، فكنتمنوا ان الله سبحانه وتعالى ويوفق هاد الناس هادو باش يوصلوا للحقيقه ويعاقبوا جميع المجرمين اللي كانوا سبب في موت هاد السجين هذا. تيتعدوا عليه عصابه ومجرمين. عصابه عبد جليل تا هو يلا قتلوا واحد عندنا في سيدي معروف جابوا سفيان داروا سطي تا هما داروا دوسي. واحد حيدوا لي عينيه ملي تضارب معاهم تيشدوك تيدير لك دوسي علاش معاهم سطي وتيشدوك تيقتلوك. صاوم كيجيبوك هنا جابوه هنايا السبت والحد حيت ما كاينش رئيس المعقل. كاين النائب ديالو عبد جليل وعبد الطيب هما اللي كاينين دابا. بيان توضيحي ردا على ما تم ترويجه عبر فيديو منشور ببعض مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقدم نفسه على أنه أخ أحد السجناء ويدعي فيه أن أخاه مات مقتولا وتم استقدامه ميتا إلى المستشفى، وأنه مكث مدة 40 يوما دون أكل وتعرض للاعتداء من طرف الموظفين. تتقدم إدارة السجن المحلي عين السباح واحد إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية. إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن الأمر يتعلق بسجين المسمى قيد حياته سفيان الراجي الذي توفي بتاريخ 2024/11/30 حوالي الساعة 11:50 ليلا بمصلحة الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وقد كان مودعا بهذا المستشفى منذ تاريخ 2024/11/28 بعد إخراجه إليه بعد إقدامه على محاولة انتحار بلف غطاء خفيف للنوم حول عنقه وربطه مع رشاش إطفاء الحريق بالغرفة، مما خلف دخوله في حالة إغماء، إضافة إلى إقدامه على بلع بطاريات مذياع وبعض الأحجار الصغيرة التي تحصل عليها من ساحة الفسحة. إن السجين المعني كان يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون على غرار باقي السجناء، ولم يسبق أن تعرض لأي اعتداء من طرف الموظفين، علما أنه كان يشتكي من بعض المشاكل الشخصية والعائلية التي نتجت عن وفاة والدته التي كانت الشخص الوحيد الذي يزوره بالسجن، حيث كانت آخر مرة استفاد فيها من الزيارة العائلية منذ أكثر من شهر.
يشار إلى أنه قد تم إخبار النيابة العامة المختصة بالموضوع، علما أن هذه السلطة القضائية هي من تملك صلاحية الأمر بإجراء تحقيق في هذا الموضوع.